الحين إن شاء الله بإذن الله ببلش أسوي الحلو الثاني اللي هو سلطة الفواكه مع بذور الشيا. تبارك الرحمن غرام الأهل. طبعا ذايبة، أوكي، بلوبري وايد، مانجا وايد فريش مقصصة، فراولة نفس الشيء، ورمان. هذيل الشغلات اللي أحطهم، والزعفران، وحليب الفانيليا، عصير مانجا، وحليب جوز الهند، بذور الشيا أهم شيء، زعفران، حليب نسلة. هي سلطة الفواكه مع بذور الشيا والزعفران. سلطة الفواكه هذه بطريقة بنت خالتي حبيبة قلبي وخيتي نبيلة، الله يحفظها، ما شاء الله كل زوارة كانت تسويها لنا، فقلت لها باخذ منك الطريقة حق المتابعين، ما قصرت وياي. لك الأجر حبيبتي، انتي قلبي، اتينن الطعم خيالي. طبعا جيت هني صوب خلاط العصير، المكونات هذه اوكي كلها راح تنحط بخلاط العصير. انا كميتي وايد، انتوا تقدرون تقللون الكمية، تسوون كل شيء نص نص، يعني نص حليب فانيليا، ربع حليب نسلة، نص حليب جوز الهند، نص عصير مانجا، براحتكم. تمام. حطيت عصير المانجا وحليب الفانيليا، حطيت حليب جوز الهند عادي، إذا كان كذي متماسك راح ينخلط بإذن الله. حليب نسلة المحلى المكثف، حليب نسلة المحلى المكثف، وهذه المانجا المثلجة اللي ذوبتها بشوية ماي حار. وهنا الخلاط ما يكفي، أنا كميتي وايد. شوية زعفران مع الخلطة شيء خيالي. هني ضفت باجي المانجا الذايبة المثلجة، وخلطت المقادير مع بعض، لأن قلت لكم تشيز كامل ما يكفي الخلاط، فأنتوا إذا تبون تتناصفون تسوون كل شيء نص نص. الحين نقول بسم الله، نحط كل المقادير. هذه المانجا المثلجة، تمام، هذه الفراولة، هذا البلو بيري. الحين إن شاء الله بحط خليط المانجا مع الحليب. الحين إن شاء الله ما شاء الله خلطنا الفواكه مع العصير. الحين بذور الشيا، بذور الشيا من غير ما تنقعونه، تحطونه كذي تينن السلطة، تخلون بذور الشيا تتنقع مع السلطة. كنكم كذي ما تدرون تحطون بعد زعفران، انزين، مع الخلطة تخلطونها خيالية. لا، والتزيين بعد زعفران من فوق، روعة لله. اوكي، والحين عاد التزيين على حسب الرغبة. بإذن الله سلطة الفواكه مع بذور الشيا والزعفران جاهزة.